عنده 16 عربية وأسعارهم عدت ال 42 مليون جنيه. أبرزهم لامبورجيني ورولز رويس وماكلارين وبورش وكاديلاك. أسطول عربيات نمبر 1 محمد رمضان. معروف عن الفنان محمد رمضان حبه الكبير للعربيات، فكل شوية يظهر في صورة جديدة مع عربية مختلفة عن التانية، عربية رايحة وعربية جاية، شوية يركب لامبورجيني وشوية رولز رويس وماكلارين وبورش وكاديلاك. طب ايه بقى حكاية العربيات دي، ويا ترى عددهم كام؟ نمبر 1 من الفنانين اللي بيحبوا العربيات جدا، فكل الجمهور عارف ان رمضان عنده اسطول عربيات، هما من ماركات لامبورجيني، رولز رويس، ماكلارين، بورش، كاديلاك والرينج روفر وطرازات تانية كتير، لان نمبر 1 عنده 16 عربية سعرهم كلهم اتخطى حاجز ال 42 مليون جنيه. البداية مع عربية لامبورجيني اللي دايما بيتصور جنبها نمبر 1، واللي سعرها 417 ألف دولار، يعني 7 مليون جنيه، وبتنتمي السيارة دي لفئة السيارات السوبر رياضية، ومزودة بمحرك كبير مكون من 12 اسطوانة سعة 6.5 لتر بقوة 740 حصان. كمان رمضان عنده عربية رولز رويس الإنجليزية متوسط سعرها 300 ألف دولار، يعني حوالي 4.86 مليون جنيه تقريبا، وبتنتمي لنوع العربيات الإنجليزية العريقة، وبتشتغل بمحرك خارق مكون من 12 اسطوانة سعة 6.6 لتر بقوة 563 حصان، والمرتبط بناقل حركة مكون من 8 سرعات. كمان نمبر 1 عنده عربية كاديلاك ب 80 ألف دولار، واللي تعتبر واحدة من أفضل سيارات الفئة العالية المفضلة للرؤساء والمشاهير ورجال الأعمال في العالم كله بسبب مساحتها الداخلية الكبيرة، وكمان فيها مقاعد VIP شبه مقاعد الدرجة الأولى في الطيارات، وسعرها التقريبي بيبتدي من 80 ألف دولار. محمد رمضان عنده كمان عربية فيراري من نوع 458، واللي سعرها 250 ألف دولار، يعني 4 مليون جنيه تقريبا، والعربية فيها محرك رياضي مكون من 8 اسطوانات سعة 4.5 لتر بقوة 570 حصان، وسرعتها القصوى 325 كيلومتر في الساعة. وطبعا نمبر 1 ما فوتش ان يبقى عنده عربية مرسيدس جي كلاس AMG 65، واللي تعتبر واحدة من اسطول عربيات نمبر 1، وتعتبر واحدة ما بين 65 نسخة بس على مستوى العالم. اشتراها رمضان في موسم الرياض بسعر 368 ألف دولار. ومش أسطول عربيات نمبر 1 هو بس اللي بيعمل جدل، لا ده كمان الطيارات بتاعته، فعلى طول بيظهر وهو بيتصور في الطائرات الخاصة بتاعته ومع أولاده ومراته، وكمان بيفضل يرقص مع المضيفات فيها، فتوقع الجمهور ان نمبر 1 عنده طيارات خاصة. فسبق وكتب تعليق قال فيه: أول مرة سافرت كانت بتذكرة ايكونومي على طيارة ركاب، كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب اني بشوف الناس من بلاد مختلفة جوه طيارة واحدة قريبين من بعض، والصدفة الأجمل اني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي دلوقتي، مع اني مش بسافر غير بطياره خاصه، بس لو سالتوني حبيت ايه اكتر هقول لكم الطياره الخاصه، عشان بعرف اشرب سجاير والمضيفه ما بتهتمش بحد غيري. لكن محمد رمضان اكد انها مش طيارته الخاصه ولا حاجه، وان الاماكن اللي بيعمل فيها الحفلات هي اللي بتوفر له طياره خاصه بتجيبه من مصر وتوصله تاني ليها، وانها بتوفر له الراحه خلال رحلته. قول لنا ايه اكتر عربيه مفضله ليك في اسطول عربيات نمبر 1.